لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفرهرو، مسلة الفاتيكان، واحدة من أهم المسلات اللي موجودة في العالم. المسلة دي بتاعت الملك أمنمحات الثاني من عصر الدولة الوسطى حوالي 1900 قبل الميلاد. أمنمحات الثاني أقامها للإله رع في هليوبلس. كاليجولا كالعادة الرومان كانوا معتادين ياخدوا المسلات وينقلوهم على روما. كاليجولا نقلها إلى روما سنة 37، بس نقلها بصعوبة بالغة لأن ما كانش فيه مركب موجودة ممكن تشيل هذه الحمولة 322 طن، والمسلة دي كانت أتقل من كل المسلات اللي سبق إن هم نقلوها قبل كده. لذلك صنعوا مركب مخصوص، مركب عملاق طوله 104 متر. اتنقلت المسلة إلى روما واتحطت أمام أحد المباني الهامة إلى أن تم نقلها إلى ميدان سان بيير في القرن الستاشر ميلاديا. لو بصينا على الصورة هنلاقي على قمتها الصليب اللي تم إضافته، وعلى القاعدة بتاعة المسلة نرى تماثيل لأسود على الأجناب وتماثيل لصقور في الوسط وأكاليل زهور. المسلة دي طولها 25 متر، ودي تاني أطول مسلة في العالم بعد مسلة لاتران بتاعة تحتمس الرابع اللي موجودة في إيطاليا برضو. أجمل معالم إيطاليا هي المسلات المصرية. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.